كل سنه طيبين، ودائما وابدا كل عام بنفاجئكم بفيديو مع الكينج صبري النخنوخ. وطبعا بعض الاشاعات المتردده بان هناك متحدثين رسميين وهناك ازرعه يمنى باسم المعلم في الشارع وما الى ذلك. جينا النهارده المعلم مخصوص كالعاده وكل عام بنسجل مع ماليه، وهو بذاته هيرد على هذه الاشاعات المتردده في الشارع وعن بعض النصابين والمحتلين الذين ينسبون انفسهم لعائله نخنوخ وايضا المحسوبين على اسم المعلم. مساء الخير يا معلم. مساء الخير يا باشا، ازي الصحة؟ احسن دكتور بدر عياد، اخويا وحبيبي الغالي. ربنا يخليك ليا. الشائعات بقى المتردده اللي لسه ذاكرها في الفيديو بان هناك اشخاص منتسبين لعائله نخنوخ وان هناك اشخاص يحصلون على اموال باسم المعلم صبري نخنوخ، فلك بقى الكلمه الان. لا يا باشا، احنا الحمد لله، ما يعني احنا اذا كنا بنساعد حد لله بدون اي مقابل او كلام من ده. وفي نفس الوقت النهارده في صفح كتير جدا معموله باسم صبري نخنوخ على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الحاجات دي كلها، والكلام ده كله مش اصلي، مش بتاعنا، دي عيال نصابه بتنصب بحسنا وبتاخد عربين من الناس وكلام من ده. لكن انت عارف احنا بنعمل اي حاجه لله وفي حدود القانون. يعني احنا اللي بيجي يقصدنا في حاجه فيها اي مشاكل بنوجهه للامن والقانون وكلام من ده. حاجه على قد ايدينا مثلا بنعرف نخلصها في الخير، صلح بتاع كلام من ده بنعملها. طب هل هناك اشخاص يتحدثون باسم المعلم صبري نخنوخ موكلين منك في التحدث في مثل هذه القضايا والمشاكل؟ لا ما عنديش حد بيتكلم غير انا. فقط لا غير؟ لا ما حدش بيتكلم في الحاجات دي خالص. شكرا جزيلا حبيبي يا دكتور، الله يخليك يا باشا.